السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة منديل، مساحة هادئة للتأمل والكلمات الطيبة. لو كنت جديد في القناة، اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل الحكايات اللي هترتب روحك وتساعدك تتجاوز اللحظات الصعبة. ويلا نبدأ. هل شعرت يوما إنك بتواجه الدنيا لوحدك وإن الصبر اللي جواك بيقل يوم بعد يوم؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الصبر، مش كصفة لكن كقوة داخلية وكوسيلة بتهدينا الطريق لما تضيق كل السبل. الصبر مش ضعف، الصبر قوة. الصبر مش يعني إنك تستسلم أو إنك ترضى بالوجع، لكن يعني إنك تبص للوجع وتقول له أنا مش هنهار، أنا هعدي. الصبر هو إنك تكمل حتى وإنت مش شايف نتيجة، إنك تحاول وتحاول وتفشل وترجع تاني تكمل، لإنك مؤمن إن لكل مجتهد نصيب وإن كل تأخير له حكمة. عارف؟ الصبر مش بس في انتظار الفرج، الصبر الحقيقي هو إنك تظل ثابتا وهادئا وجواك أملا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، يعني الفرج جاية بس محتاج قلب يطول باله ونفس ما تستعجلش. وفي حكمة قديمة بتقول: ما صبر عبد على مصيبة إلا أبدله الله خيرا منها. أوقات كتير بنحس إننا في نفق مظلم، بس الحقيقة في آخر كل نفق في نور، بس محتاج تمشي شوية كمان وتصدق إنك هتوصله. الصبر مش إنك تكدس المشاعر وتكتم، الصبر إنك تشتغل على نفسك وتبكي لو احتجت وتقوم تاني تكمل. نصيحة لكل قلب متعب: اهدى، خد نفس، اكتب كل اللي جواك ولو حتى بورقة ترميها بعدين، وقول لنفسك أنا أقدر، ولو مش دلوقتي قريب جدا. لو وصلت للنهاية أحب أقولك أنت قوي، ووجودك هنا مش صدفة، ربنا شايفك ومفيش وجع بيروح عنده هدر. اشترك في قناة منديل وفعل الجرس علشان يوصلك دايما صوت بيريح قلبك، وسيبه في تعليق إيه أكتر حاجة